اسمها اوف شور، يعني ما يبانش اصحابها الا بره مصر، بتتعمل في دوله في انجلترا، فما تبقاش عارف مين الملك بتاع الشركه، لكن هم رجال اعمال مصريين. مضوا الغلابه على بيع وحدات، وللاسف في الاشتراك مع ناس من وسط الغلابه. فتصدوا، بس الناس لسه ما خرجوش ومش هيخرجوا، والناس بتوع مسمير ما خرجوش ومش هيخرجوا. المهم، فرحت قابلت الراجل المحترم رئيس الوزراء الاصل السابق ابراهيم محلب، وقلت له الكلام ده ما ينفعش، ورحت منزل يافطه الاولى ليا نعم للتطوير لا للتهجير، وكانت من 8 اشهر. تلاحظوا دايما كانت موجوده اليافطه دي كده على مدخل الشيخ علي والمثلث ماسبيرو، كنتوا هتلاقوا كلمه نعم للتطوير لا للتهجير في كل حته، عشان اقول ما حدش هيمشي. لقيت الناس الطيبه اللي جات لي في موضوع رفعت قضيه في القضاء الاداري، لقيتهم كانوا رافعين قضيه قبل كده مكتوبه غلط وهتتخسر، يا ترى بحسن نيه ولا بسوء نيه معرفش. رفعت قضيه جديده وهاجمنا الوزاره. المهم وصلنا الى مرحله لقيت الناس جايه لي بتقول لي طب يا دكتور طالما كده ما تيجي تخش عندنا عضو مجلس الشعب. كان الكلام ده لو تتذكروا لاحق مباشرة للدستور اللي انا حكيت لكم عليه ده. فقعدت اسأل نفسي طب دي عملية بتخسرني في كل حاجة، هخش في صدامات اكتر ما انا اصلا بتاع خناق ومتخانق مع الدنيا كلها، هخش في مشاكل اكتر ما انا بتاع مشاكل ومشاكل الدنيا كلها، هخش في مشاكل مع الوزراء اكتر ما انا دخلت في حياتي، هشاكل ناس ما اعرفهاش. كل ده كنت مستعد له. الحاجة الوحيدة اللي ما كنتش مستعد لها اني الاقي معركة غير شريفة في الانتخابات. دي الحاجة الوحيدة اللي ما تخيلتهاش لإيماني الكامل ان كلنا هدفنا صالح دواير، مش هدفنا كرسي ونقعد عليه. الكرسي ده حمل وتكليف، فكنت اعتقد ان المعركه هتبقى اكثر ادبا من كده. انا لغايه دلوقتي مؤدب جدا، مش عايز اغلط في حد، ليس قصورا، وانما زي ما قلتها في المؤتمرات السابقه الاسود لا تنظر الى عواء الثعالب والذئاب والغزلان والقرود. الاسد لا يحسب حسابات زعيق من حوله. فلاني انا مؤمن بده فانا ساكت لغايه دلوقتي، وهسكت احتراما لاهل بولاق اللي منهم الناس المرشحين اللي بيغلطوا فيا، لان منهم من هو قريب لهؤلاء الناس، ومنهم من هو صديق له، ومنهم من هو صديق لعائلته. فانا احتراما ليهم فقط اسكت على الغلط اللي بيتعمل، ولكن انتم ما يرضكمش الغلط يزيد عن كده دوايرهم، وربنا يوفق الاصلح. والاصلح لما يجي كلنا هنحط ايدينا في ايديه، سواء انا او غيري، وان شاء الله باذن الله المخلص اكتر سينتصر. ولو ما انتصرش المخلص هتبقى اراده ربنا للخير ليه، لان كده في كل الحالات المخلص ربنا معانا. انا فعلا جاي لكم كل اخلاص ان انا اطور منطقه كامله ما اتطورتش من 70 سنه. جاي لكم ارجع الاسبكيه وبولاق الى حضن الزمالك، وارجع الزمالك الى زمالك العصور الاولى، حتى تكون منطقتنا منطقه تليق بمقام المحترمين اللي قاعدين قدامي والمحترمين قاطنيها. كل من هنا ويقتل هنا فوق راسي من فوق ويستحق كل الخير. بقول لحضراتكم ببساطه مطلقه برنامجي ببساطه مطلقه يتلخص اولا في عده مراحل. نائب الجواز والطلاق مش انا،
نائب الست اللي متخانقه مع جوزها مش انا، نائب العيل اللي زعلان مع ابوه مش انا، نائب العيلين اللي اتخانقوا مع بعض مش انا نائب تطوير منطقه ماسبيرو والرمله والحكم مع عدم تهجير الناس اللي عايشه جواه واعطائهم مساكن تليق بيهم في المكان ده، على ان تقوم الدوله باستغلال بقيه المناطق عشان تصرف على البنى للناس دي وتطور المناطق دي حتى يطور المثلث باكمله بكل اضلاعه، فيتطور اللي في النص. تلاقي بالتبعيه لما تطور الحكر من الناحيه دي ومسبيره من الناحيه دي والرمله من الناحيه دي، يبقى المثلث ده كله اتطور في اجنابه، يبقى النص غصب عن عين الحكومه هتطوره بالفلوس اللي هتكسبها من تطوير الثلاث اضلاع دول، والناس هتقدر تسكن ومحدش هيتهجر. حتى من حضراتكم اللي مضى على عقود بيع للاراضي مش هيخرج الغم عايش، لان الكلام ده ظلم، الكلام ده ما يرضيش ربنا. عشان كده لما الوزير للاسف من 3 ايام في جورنال قال سيبحث في صرف التعويضات لمثلث ماسبيرو، طلعت بالتلفزيون وقلت له مش حاجه اسمها تعويضات، في حاجه اسمها الناس هتتنقل في اماكن ايجار على حساب الدوله وتمضي عقود لوحدات تتبني في نفس اماكنهم، واستغلوا انتوا المساحات الفاضيه الثانيه باعوها واكسبوا منها واصرفوا على التطوير، لكن ما ترموش الناس بره، خلوا الناس تنتظر وخلوا الناس تعيش حياه كريمه وخلوا الناس ما تبقاش مهمله ومهمشه بالشكل ده. فدي اول حاجه، ودي اول حاجه برنامجي هلتزم بتنفيذها. ستجدوا بدايه التطوير في خلال 2 هتلاقوهم بداوا بالفعل، زي ما مثلث تسبير والحمد لله في خلال ال8 اشهر اللي انا توليت الملف، في خلال ال8 اشهر دول اتعملت الخطه بتاعته والمكتب الاستشاري الاجنبي جه واترفع وهيبتدوا يشتغلوا فيها بالتبعيه في خلال 2 الرمله، ثم بعد كده بعد الرمله بعد ال2 الحكر، عشان تنضف ال3 مناطق دول يبقوا صالحين لحضراتكم تسكنوا. في نفس الوقت مستشفى بولاق ومستشفى الجمعيه الشرعيه الخاصه بالأولى